الأستاذ غازي الذيابي، أسعد الله مساك طال عمرك. قبل فترة شنيت أنت هجوم، كان هجمة مرتدة على اللي ينتقدون محتواك ومحتوى المشاهير. كنت تقولهم خلوكم بحالكم، خليتهم انهم يدورون ترند، خليتهم انهم يوكلون عيالهم اموال محرمة، خليت انهم ياكلون لحوم الناس. انا طال عمرك اليوم ابيك تحطن مع احد الثلاثة بكيفك، ما عندي مشكلة، بس ابيك تسمع مني تمام وتسمع لغيري، علشان اشيل من راسك من البداية الفكرة اللي ما ادري انت مقتنع به وتحاول تقنع به متابعينك، انه والله اللي ينقد محتواي هذا يبي يقوي اعلاناته، واللي ينقد محتواي او محتوى غيري من المشاهير هذا يبي يرقى للشهرة علينا. سلالم انتم. لا، ابشيل من رؤوسكم هالفكرة. أبقرأ عليك ردة فعل متابعين بسطاء عاديين، حتى متابعينهم بعضهم ما يجي 50 واحد، ولا هم حقين إعلانات ولا هم طلاب شهرة. ردة فعلهم يوم شافوا المقطع حقك الأخير هذا، حسابات كثيرة ومعروفة نزلت مقطعك بتويتر. أبيك تسمع ردة فعل الناس البسطاء على هالمقطع. اسمع طال عمرك، هذه واحدة اسمها اكتفاء، تقول ما فيها شيء لو هي للنساء، عادي يجيبونهم الحريم دايم بالعزايم والزواجات وغيرها، خصوصا إذا المعازيم كثير، لكن من متى مجالس الرجال يدخلون عليهم الحريم يصبون لهم القهوة؟ علامة استفهام. معليش، ذي الحركة ما هي من علوم الرياجيل. قال ايش؟ راقي جدا. هذا كلام واحدة لا هي مشهورة ولا تدور ترندات. وهذا طال عمرك رد واحدة من الأخوات بعد. أنا بترك أول التغريدة، لكن آخر التغريدة تقول يحزنني أو يحزنني الله يهديه، عايش حياة ما هي حقيقية. الله يسامحك يا قناة بداية، يا ناس ما أتحمل أشوف ربع مقطع له. يعني تعبر عن ضيقته من الشيء اللي تشوفه بمقاطعك. طبعا هذه لا هي مشهورة ولا تدور ترندات ولا تعلن ولا توكل عياله، لا يمكن ما له عيال بعد. وهذا أيضا رد لأحد الأخوات على المقطع حقك، تقول في مجالس الرجال عندنا الرجل يصب القهوة ما هو العاملات. غريب أمر هذا الرجل، غريب أمر هذا الرجل اللي هو أنت. نعم تقصدك أنت. التعليقات والردود من الناس البسطاء اللي ما يدورون ترندات ولا شهرة ولا فلوس على مقطعك كثير، ولو أبي أقراهن أبجلس من هنا إلى داير وأنا أقرأ بهن، ولكن أبختم بتعليقين. واحد يقول والله اللي صديق مقرب جدا، رصيده فوق 150 مليون، الله يزيده من نعيمه هو جميع المسلمين، وأحترمه جدا ويكبر بعيني كل يوم بسبب تواضعه، وأقسم بالله أنه يقهوي زواره وضيوفه بيده القهوة والشاي. وما هو بس الناس البسطاء، عشان ما يجي واحد يستذكي ويقول هذه ردة فعل الناس اللي ما يفهمون بالإعلام، الناس اللي ما عندهم خبرة إعلامية بكيف يتعامل المشهور في صناعة محتواه. لا، أبقرأ عليك ردة فعل إعلامية في جريدة عكاظ. الأستاذة نهلة حامد الجمال، هذه طال عمرك مستشارة تنمية موارد بشرية ومالكة معهد الريادة المحترفة. اسمع ايش تقول: يا حيف على الرجال، هل وصل بهم مرض زيادة المشاهدات باستغلال وجود السيدات في التصوير حتى لو كانوا عاملات؟
وش فيهم العمال الرجال من وش يشكو، ولا ما يجيبوا مشاهدات عالية، ولا ما يواجهوا الضيوف، إلى آخر التغريدة. أستاذ غازي، أنا أخاف أنك فهمت الفكرة خطأ. أخاف أنك شفت هالعاملات يقدمن لك بزواجك أنت وأهلك الله يحفظهم، فقلت عادي إنهن يقدمن للرجال، أو شفتهن بمناسبات عائلية خاصة جدا جدا يقدمن، تحسب إنهن يقدمن للرجال. لا وأنا أخوك، هذه مناسبات الحريم، وهذه طال عمرك طريقة الحريم إنها تجيب العاملات علشان يقهون ضيوفه. لكن أنا أعزم رجال بمجلسي وأجيب عاملات؟ اترك عاملات، شغالتي لو أجيبها لرجال تقهويهم رموني. أستاذ غازي، أنت تدري إن الحريم اللي يسوون هالطريقة ويجيبن عاملات علشان تصب القهوة لضيفاته وخوياته ما يسوون الطريقة اللي انت سويته؟ قسم بالله. المرأة اللي تجيب العاملات ويجيها أبوة ولا أخوة ولا زوجة وما عنده رجال يقهويه، تقوم هي بنفسها وتقهويه، تستحي على وجهه وتحترم الرجل اللي عنده انه تقهويه عاملة. أستاذ غازي، إذا أنت رجال معجبك محتواك واللي تسويه بسنابك ولا همك العالم يزعلون ولا ما يزعلون، إذا أنت طال عمرك قاطع على رايك ولا همك ردة فعل الناس، عاد هذا شيء راجع لك. لكن تبي الناس يسكتون ولا ينقدون وتشكك بالناس اللي ينقدون محتواك وتدخل بنواياهم، هذولا قصدهم كذا وهذولا قصدهم كذا؟ لا، ما همك زعل الناس من محتواك، لا تضايق إذا زعلوا وانقدوا.